السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا يا حبايب قلبي ندخل مع بعض المطبخ. نشوف الكمية الخطيرة الخوخ اللي عملناه راني ده بالجمال واللون والتحفة والطعم والريحة ديت مكوناته ايه واسراره ايه، ونشوف التكتين اللي خلوه بالروعة اللي احنا شايفينها ديت والجمال ده والقوام ده. ان شاء الله يا حبايب قلبي هنبدأ وصفتنا ان شاء الله. صحية وموفرة وجميلة جدا جدا. اكبر كمية عصير راني بأقل تكلفة إن شاء الله. أهم حاجة يا حبايب قلبي يا قلبي في وصفتنا إن يكون الخوخ جامد. حجمه إيه مش شرط خالص خالص يعني. في كل الحالات هو هيتقطع قطع. أهم حاجة حباية الخوخ تكون ناشفة بالشكل ده كده، لأن إحنا في كل الحالات هنقطعها. والتقطيعة يا حبايب قلبي المفروض إن إحنا هحطها بس مش هتبان، معلش المكان عندي مش متاح. هعملها كده، المفروض لو أنا هبرم كده هتتفتح معايا او كده بالشكل ده كده. هقطعها بقى يا حبايب قلبي بالشكل ده كده كده يا حبايب قلبي، وهقطعها قطع صغيره وهنشوفها مع بعض. هنقطعه بقى بالشكل ده يا حبايب قلبي. بعد ما بنخلي الخوخه كلها بنقطعه مكعبات كده يا حبايب قلبي، ونخلي المكعبات وسط، ولا هي صغيره قوي قوي عشان ما تتهريش معانا ولا هي كبيره قوي. بالشكل ده كده يا حبايبي، اهو يا حبايبي بالشكل ده كده. هنقطع كل الكميه ونشوفها مع بعض. هنقطع كمان واحده يا حبايب قلبي بالشكل ده عشان اخلص انا كل الكميه. هنعملها كده يا حبايبي، ان ما فتحتش جامده زي ديت كده افتحها انا بقى من الجزء اللي انا فتحته، او عاملاها كده هتتفتح معايا على طول بالشكل ده. بعد ما بقطع كميه الخوخ كلها يا حبايب قلبي بجيب حله معايا زي دي كده، هحطها على النار. اول حاجه هحط فيها 2 كوب سكر. السكر عادي جدا يا حبايب قلبي بالشكل ده. تاني كوب نفس الكوب هعملاه ميه. 2 كوب برضو ميه، 2 كوب سكر و2 كوب ميه، وهرفعهم على النار وهعملهم شربات بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي معايا يا حبايبي. هرفع بقى دول على النار. جيت على النار يا حبيب قلبي بالحله وفيها 2 كوب سكر عليهم 2 كوب ميه. هنسيبهم كده لما يبقوا زي الشربات بالظبط، يدوب السكر تماما في الميه ويغلوا ويعقدوا مع بعض شويه كده، ونشوف بقيه اخطارهم. حبايبي بعد ما قطعنا الخوخ كله بالشكل ده كده، وانا معايا كميه 2 كيلو خوخ. كل واحد يعمل حسب المتاح ليه او اللي هو عاوز الكميه اللي هو محتاجها يعني. ومعايا هنا السكر، ال2 كوب سكر على ال2 كوب ميه يعتبروا بقوا شربات اهو يا حبايب قلبي قدامكم بالشكل ده كده. هضيف ليهم الخوخ، كميه الخوخ اللي عندي كلها بالشكل ده. بسم الله. هقلبهم كده يا حبايب قلبي بالشكل ده. واغطي عليهم واسيبهم يستووا، ونرجع مع بعض نشوف الخطوه اللي بعد كده، والتركه اللي احنا هنحطها اللي هتخلي العصير ده في حته تانية خالص. هنشوفها مع بعض بعد ما الخوخ يستوي. حبايبي كده اهوت الخوخ بيغلي على النار. ونسيبه لحد ما يستوى كويس جدا جدا مع بعض كده، ولونه بيبدأ يا حبايب قلبي، والميه بتاعته زي ما احنا شايفين كده بتبدأ تاخد اللون اللي هو ما بين الأورنج وما بين البامبا. فعادي دي جميلة جدا جدا، واللي الخوخ بتاعه مش هيدي اللون ده وعاوز يكون ليه لون بعد التركة اللي احنا هنحطها، ما يحطهاش دلوقتي ابدا، او يحط نقطة واحدة نقطة واحدة بس، مش بعد، لا مش قبل التركة اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. حبايبي معايا نص كوباية مية بالشكل ده، ومعايا معلقة واحدة كاستر. هندوبهم في نص كوباية المية ونضيفهم للخليط بتاعنا. هنضيفهم يا حبايبي للخليط بالشكل ده، واللي ما عندوش كاستر برضو نفس المقدار، معلقة واحدة نشا في نص كوباية مية ونضيفهم للخليط. بسم الله. هتعمل له قوام، وتعمل له يعني تخليه لافف كده يعني وشكله وقوامه جميل جدا بالشكل اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي يا حبايبي. هي ما نزودش، هي معلقة واحدة. حبايب قلبي كده الخوخ استوى معانا خلاص، والقوام بتاعه رائع. ان شاء الله هناخده مع بعض دلوقتي، وهنطفي النار وهنروح على الرخامه نشوف ايه الاضافه والتركه التانيه اللي هتخليه في حته تانيه خالص. مع بعض هنروح مع بعض يا حبايب قلبي على الرخامه ونشوف بقيه وصفتنا. بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي، انا فرغته كده على في البوله، وشايفين اللون بتاعه والقوام. ورجاء يا حبايب قلبي لو كانت معلقه الكاستر او معلقه نشا هي واحده بتدينا قوام تحفه، ولما بنيجي بقى نصبه في الكوبايات او الكاسات بتاعتنا مش بينزل في القاع كده وبقيته يبقى عصير صافي، لا، بيخليها بتديله قوام وشخصيه كده جميله جدا جدا.
معانا هنا يا حبايب قلبي بقى نضبط سكره ونشوف سكره ايه. لو اكتفينا بالكوبايتين على حسب تحليه كل واحد بيحب فينا ايه السكر بتاع درجه السكر. وهنضيف بقى هنا طبعا ميه بارده او ميه مثلجه بالشكل ده يا حبايب قلبي، على حسب برضو القوام بقى اللي احنا ايه نرغب فيه. بالشكل ده كده يا حبايبي. والتركه بقى يا ريت يا ريت تكون متوفره عندكم، بصراحه بتوديه في حته تانية خالص. ايه هي؟ لو حتى على الاقل خالص عصير برتقانيه واحده او كوبايه عصير، بصراحه بتفرق جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. اهو يا حبايب قلبي، ده القوام بتاعه بالشكل الجميل ده، رائع. وريحه وطعم والله حاجه يعني فوق الخيال. ابني داخل من بره بيقول لي ريحته طالعه يا ماما جميله جدا جدا. ان شاء الله هنغطيها كويس جدا، البوله بتاعتنا او العلبه بتاعتنا تماما كده بغطاها، وهنحطها في التلاجة، ولما نسقعه هنرجع نشوفه مع بعض ونصبه كده مع بعض. وممكن يا حبايب قلبي نعمل مره واحده ونكتر الكميه ويتخزن. هنخزنه ازاي؟ ممكن في برطمانات ازاز او في اكياس ثلاجه زي ما هو كده جاهز تماما، ونحطه في الفريزر هنطلعه يفك، وبيبقى تحفه وسريع جدا جدا، ولا مواد حافظه ولا اي اضافات ولا الوان صناعيه ولا اي حاجه ابدا ابدا، طبيعي وصحي وموفر جدا جدا مقارنه بالاسعار اللي بره والعبوات اللي احنا الله اعلم باللي فيها. عصير الخوخ او الران يا حبايب قلبي بعد ما برد في التلاجة، بسم الله ما شاء الله، شايفين يا حبايب قلبي اللون؟ والله حاجة يعني ما لها حل في الجمال وفي الروعة. ان شاء الله تجربوه. انا والله جايبة الكيلو بس عشان صغير شوية، جايباه ب 15 جنيه، دول 2 كيلو ب 30 جنيه، عليهم نص كيلو سكر مثلا. يعني تخيلنا بقى كده، دول الكمية ديت هتدينا بره قد ايه؟ ولو العلب بتاعت رنا كلنا غنية عن التعريف وعارفين تمنها، شوف هتدينا ايه وهتبقى كميتها عاملة ازاي، وغير المواد الحافظة والالوان الصناعية اللي فيها. دي حاجة طبيعية مليون المية. تحفة يا جماعة تحفة بصراحة. الطعم حاجة كده يعني وهم. بسم الله ما شاء الله. الله الله، حاجة يعني إن شاء الله تعملوها وتجربوها. وما تنسونيش كده، لأول مرة يشوفني ما ينسينيش من الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ولايك كده. اللايك يا جماعة، اللايك والله ما هتدفعوا فيه فلوس، يعني اللايك كده ما تزعلونيش كده، لو أنا مزعلكم بحاجة يعني ما تزعلوش مني، حقكم عليا. وإن شاء الله إن شاء الله تقولوا لي كده وتجبروا خاطري بكومنت حلو، وهنصبه مع بعض ونشوف شكله عامل إزاي بأمر الله. بسم الله. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله. هصب كل الكاسات ونشوف مع بعض عملنا قد ايه والكميه عامله ازاي. حبايبي بسم الله ما شاء الله، حاجه تفوق الخيال ما شاء والله ما شاء الله. والمعلقه واحده الكاستر اللي حطيناها يا حبايب قلبي بتخلي القطع ما بتنزلش تحت، وهي كده كده بسم الله ما شاء الله كميه القطع جميله. ان شاء الله اكبر كميه باقل تكلفه، وصحيحه وصحيه وجميله جدا جدا جدا، بدون مواد حافظه، بدون الوان صناعيه، يعني بدون تكلفه، بدون حاجات كتير قوي قوي. عملنا اكبر كميه تقضينا الصيف كله اهو يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، كلها قطع اهي يا حبايب قلبي. ودي كمان البولة، وإن شاء الله نخزنه. والكاسات قدام حضراتكم اهيت، إن شاء الله لون وطعم وريحة تحفة تحفة يا حبايبي. إن شاء الله تجربوه تتهنوا بيه. وما تنسونيش ما تنسونيش من دعوة حلوة. واللي ما اشتركش في قناتي وبيشاهدني رجاء فضلا وليس أمرا كده يعمل اشتراك والضغط على زر الجرس عشان يشوف كل فيديوهاتي وكل جديد أنزله. والكومنت كده الحلو واللي يشجعني إن شاء الله. اللايك يا حبايب قلبي إن شاء الله. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لإخواتنا كده بالنصر والتمكين يا رب. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب، وانصرهم نصرا مؤزرا. آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.